ازاي هتعملي مكرونه بطريقه شهد المصريه؟ ازاي؟ انا اقولك. قبل ما نبدا اي حوار ندعي لاخواتنا الفلسطينيين واخواتنا اللي في غزه ان ربنا ينصرهم ويرحم موتاهم. طبعا انا طالب ثانويه عامه وسايبه كل ده وجاي اعمل لكم مكرونه. فبدون مقدمات، مش عارفه انا بقول ايه. انا سلقت المكرونه ده اوريدي. هجمع كلامه جاي. جمعت كلام. سلقت المكرونه وهنعملها. انا كان نفسي اعملها كشري، بس انا لو عملت كشري دلوقتي في الوقت ده امي هتعمل مني كشري، فانا هعملها شبه الكشري. انا عايزه الصلصه بتاعتها بتاعت المطاعم بتاعت الكشري. فالوصفه هنا ان احنا هنقلل بصل بس، وهنحط تبشيره بصل. اول حاجه هنبدا بيها هنقطع بصل شرايح كده، يعني سلاسل، ونحمره علشان احطه على وش انتوا فهمتوا. هنقطعهم ترانشات كده. هنجيب بقى شوية دقيق صغيرين خالص زي كده، استنوا كده صغيرين، نرشهم كده على الوش علشان نحمر البصل. سيبناها تتحمر. مش هنعمل الصلصة ببصل بقى، يعني هنعملها بتوم بس، وهنعمل صلصة دلوقتي الطماطم بتاعت الصلصة. هنجيب بقى طماطم هنقطعهم علشان نضربهم. دي واحدة والتانية، وقرن فلفل. نحط البهارات بقى. عندنا البهار ده هتقولي لي ايه ده؟ والله العظيم ما اعرف. واساسي المرقه. اخويا الصغير عادي ما تاخدوش وقت. اطلع برا حمد. ايه التاني؟ هنحط بقى ايه؟ كمون، بس لسه ما شلتوش من الكيس، ما فرغناهوش يعني. حطينا حبه. الشطه نحط حلو كده، مش هنكتر علشان في بني ادمين تانيين هياكلوا معايا، مش انا بس اللي هروح. طلعنا البصل. هنحط حبه ميه بقى علشان نسلك الامور دي. واحد تاني بس كفايه كده. اخر حاجه معجون الطماطم. نسينا السكر. حرفيا انا حطيت كل حاجه في الخلاط، ناقص احط اخويا. خل بس كده يعني انا خايفه تطلع لي مخلوق بعد الحاجات دي كلها. بسم الله ونضرب المكونات. كده بقى الصلصه. والله انا بفكر اعمل من الصلصه دي مخزون كامل واخزنه في الفريزر، لان الصلصه دي تنفع اي حاجه لان فيها كل حاجه. نبدا الصلصه بقى. هنعمل الاول نشوح الثوم، بعدين ننزل الصلصه كلها. شوحنا الثوم ننزل عليها بالصلصه. هوب الصلصه اتعملت. نجيب طبقنا اللطيف، بصلنا الظريف، صلصتنا الحلوه، مكرونتنا المسلوقه. حطينا المكرونه، نغرف بقى الصلصه. بسم الله. بحب اكتر في الصلصه بصراحه، يعني انا شخص اوفر في الصلصه. نحط بصلنا المتواضع. ياه لوك ات ذا لوحه فنيه. ندوق بقى، ندوق عشان الواحد مغرم يعني. هاي والنبي لا تدوق. بسم الله. انا اروح اكل.